السلام عليكم ورحمة الله. هذه المجموعة من الشباب مغاربة، وبالضبط من مدينة وجدة المتواجدة في الحدود مع الجزائر. المحتوى ديالهم في الفيسبوك هو محتوى كوميدي، يعملوا مقالب دي برانك، وتفاجئوا بالتعليقات العنصرية ضدهم. البعض يسبهم والبعض يقول لهم انتم جزائريين، وكاين اللي يوصفوهم بالكراغلة. وهاد الشباب دخلوا للفيسبوك بهدف تقديم محتوى كوميدي. هذا جمال شي نهار هاد العور بالعور شي نهار غادي يطيحك شي زرداب. دخلنا عليكم الله سيدي، الله يحميك الوالدين بعدنا الشغل ديالو صاحبي عندنا ما يتفاجأوا بالتعليقات العنصرية ضدهم، وقالوا لهم انتم محسوبين على الجزائر. ما شكلت صدمة لهذا الشباب اللي كان هدفهم هو خلق جو من المرح. هذا غير فيديو خفيف، غادي نهضروا على جوج ديال النقاط اللي ضرونا خصنا نهضروا عليهم. ديك النقطة الأولى هي بغينا نوضحوا الناس اللي في المغرب كامل، حنا رانا مغاربة، فهمتني، خص بنادم يشوف شوية. حنا الناس ديال الجهة الشرقية ولا وجدة بالضبط راه حسينا بواحد شوية ديال العنصرية. بنادم كيقول لك نتوما ديزالجيريان، نتوما جزائريين مغنية كراغلة، كيقولوا لها كراغلة ولا انا عييت ندبر هاد الكراغلة واش هي ما فهمتهاش. يعني هاد الشباب دخلوا بمحتوى كوميدي صافي، وبمجرد أنهم شموا فيهم ريحة الجزائر من حيث أن اللهجة متشابهة، طاحوا عليهم بالسب والشتائم واتهامهم أنهم جزائريين وكراغلة، وهو ما أثر سلبا على النفسية ديالهم. حنا في لاكارت ناسيونال مغاربة، حنا يا ولاد الجهة الشرقية راه مغاربة، بغينا نقول لكم بالوجدة بالضبط. من الصعب أنك في بلدك وتتعرض للتشكيك في انتمائك، ويتهموك في وطنيتك بمجرد أن لهجتك تشبه لهجة الجزائر. احنا اللهجة ديالنا متقاربة مع الناس ديال الجزائر، معنا هكذا، احنا هكا جينا دايرين، جينا في الوسط، معنا ما نديرو. يعني هاد الشباب كان محتواهم كوميدي فقط، ليتفاجأوا في التعليقات بكمية من السب والشتائم. قضيه تاع السبان بان كيبقى يسب في لي كومونتير، بقينا نصبر اخويا جمال ولا بقينا نتعرضوا للسبان. حنا دائما قدامنا نكذب عليكم، انا بدا الاول غادي نعتزلوا، غادي نبغي هاد الصوالح هذا. ويتشابه سكان وجدة مع الجزائريين في اللهجة، بالإضافة إلى العادات والتقاليد واللباس في الأعراس. لما زالهم محافظين على العادات والتقاليد التلمسانية في أعراسهم، وهو ما يفسر العبارات العنصرية ضدهم. في الطلة الأولى ترتدي العروس الزي التلمساني، ويزين رأسها بما يعرف بالشدة التلمسانية، إذ توضع على رأسها وأذنيها وحول جيبها عشرات الخيوط من اللآلئ والجواهر التي تتدلى إلى قدميها. هذا عرس في وجدة، ويبين تمسك سكان وجدة بالعادات والتقاليد الجزائرية من الزي التلمساني، بالإضافة إلى الشدة التلمسانية. المدعوات أيضا يحرصن على ارتداء فساتين جميلة تتشابه مع أزياء الغرب الجزائري، أشهرها الكراكو والزي الوهراني والزي القسطنطيني، بالإضافة إلى الكراكو والبلوزة الوهرانية واللباس القسطنطيني. زيد لها أغنية عبد القادر يا أبو علام. لهذا كي نبحثوا في جذور هاد العنصرية ضدهم، نلقاو أن تمسكهم بالعادات والتقاليد الجزائرية هو من بين الأسباب. أنا مالي معروفة بهذا وجدة، هذا الرزات يجيو من الجزائر. هذا التمسك بالتراث الجزائري والعادات والتقاليد اللي دخلتهم الجزائر وبقوا محافظين عليها ومفتخرين بها، خلت بعض المغاربة يوصفوهم أنهم جزائريين وكراغلة وما إلى ذلك من المدرسة اللي معروفة في وجدة هي المدرسة التلمسانية. وهذو أمثلة بسيطة فقط على الثقافة الدخيلة على المغرب، وبالتحديد المناطق الحدودية مثل وجدة التي جاءتهم من الجزائر. ونهضر مع هذيك الوجدية عندها تاريخ كبير، دخيلة من ضمننا من المنطقة الجزائرية.